محمد صلاح اللي بقاله حوالي 5 ماتشات او بقاله حوالي شهرين بيعاني مع ارني سلوت وخلافات مع المدرب اللي قعدوا دكه تقريبا 4 ماتشات، ما بدأش بيه اساسي لاول مره من 2018 صلاح يقعد دكه. وصلاح طلع اتكلم ورد في الميديا على ارني سلوت، واللي بدورها بقى التصريحات دي عملت مشكله كمان بين صلاح وبين اداره نادي ليفربول. فمحمد صلاح مش مستقر، مش في احسن حالاته، لا على مستوى ادائه ولا على مستوى استقراره في ناديه، ولا مصيره اصبح في المجهول. كل الناس بتتكهن دلوقتي ان صلاح لعب اخر ماتش ليه مع ليفربول قدام برايتون، وتكاثرت بقى الاقاويل في الصحف الانجليزيه وفي اوروبا وفي العالم كله كان لا حديث يعلو الاسبوعين اللي فاتوا عن محمد صلاح، وهل هو مكمل مع ليفربول ولا لا، ام سينتقل الى السعوديه بقى او باريس سان جيرمان او كلام على برشلونه او الدوري الامريكي. فاللعيب مشتت ذهنيا اكيد، اللعيب مش في احسن حالاته اكيد، شايف ان سنين عمره، حاسس بالخذلان زي ما قال، انا حاسس ان النادي حاطيني تحت الحافله او هو اللي شايلني وصدر لي مشكله النتائج السلبيه اللي بيمر بيها ليفربول، نفس الشيء اللي عمله معاه المدرب. فهو مش مستقر خالص. ده محمد صلاح اللي هو الايقونه الرئيسيه للمنتخب المصري او النجم البارز لينا في مصر.